من المؤسف أن أسمع هذا. لقد أحضرت لها بعض الهدايا. هدايا؟ سأقول لك الحقيقة، لقد أتيت لأطلب منها أن تتزوجني. إنه خاتم خطبة. أرجوكما أعطياه للوليتا. لكنك فاجأتنا حقا. قررت أن أتزوجها منذ اللحظة الأولى التي رأيتها فيها. إنها إنسانة رائعة تناسبني تماما. ولكن تحاول أن تحرجني، ها؟ أنا لا أقصد هذا، ولكن ابنتي لوليتا مخطوبة يا سيدي. ماذا؟ لمن؟ آنسة لوليتا، تسعدني رؤياك يا آنسة لوليتا. مرحبا بك أيها الملازم جابرييل. تسعدني رؤيتك أنت أيضا يا دييغو. سأخبرك بشيء ما. وما هو؟ أرجوك أبعده، أرجوك. سيد دييغو، أنا أتحداك. لا لا. ما الأمر؟ ستهرب؟ ولماذا أقاتلك يا ملازم جابرييل؟ لأجل لوليتا. لأجلي أنا؟ نعم آنسة لوليتا، لقد أخبرني والدك قبل قليل أن دييغو خطيبك. خطيبها؟ لكن لا يمكنني التخلي عنك أبدا، لذلك قررت أن أتحداه في مبارزة على حياتي. دييغو، التقط سيفك. هذا هراء. لماذا؟ إذا كنت تحبها حقا يجب أن تقاتل بحياتك من أجلها. أحب أن أرى مهارتك يا دييغو. سأبدأ أنا إذا لم تلتقط السيف. لا تجعل مني أحمق يا دييغو. يا للخيبة. أيها الجبان. آنسة لوليتا، أعتقد أنك تفهمين الآن بأنه ليس مناسبا ليكون خطيبك. يجب أن تتركيه وتقترني بي. لا تكن سخيفا، لن أتزوجك أبدا يا جابرييل، لأنني أكره المتسلطين أمثالك، فلا تكن مغرورا. آنسة لوليتا، لا تضحكوا. ما الأمر سيدي الملازم؟ اسكت. إلى أين؟ لا يمكنك الذهاب. لقد آذيتني، ألا يكفي هذا سببا لسجنك؟ لكنني لم أقصد إيذائك. اسكت. لا تدع أحدا يراه أيها السجان، هل تفهم؟ حاضر. ماذا فعل؟ مجرم مشتبه به. مجرم؟ نعم. سأحقق معه بنفسي، أرسله لي فيما بعد. حاضر سيدي. ولكن هذا نوع من التخريب. تخريب؟ هرب البارحة مجرم من السجن. هل تعني أن المجرم هنا؟ أرجوك اقبض عليه بسرعة، إننا خائفون. نود عمل ذلك، ولكن تعرف أننا مشغولون جدا لأن هناك متمردين أمثال الزورو الآن. أوه. إذا استطعت الزواج من الآنسة لوليتا فلن أدع أي شخص ينهب ممتلكاتك. كفى، ماذا تريد مني؟ ماذا؟ لن أؤذيك، أريد فقط أن أتحدث إليك بهدوء. أنا لا أريد أن أتحدث معك، دعني أذهب. اسمعي، لقد استولينا على هذا البيت من المزارع الذي لم يدفع الضريبة، ولا يأتي أحد لمساعدتك إذا صرخت. يبدو أنني لا أعجبك، لهذا أريدك أن تفهمي جيدا ما أقوله. سيكون بيتكم بأمان كامل من المجرم الهارب إذا وافقت على الاقتران بي. وأنا لا أريد للمجرم أن يتجول حول منزلكم. ماذا؟ أنت أرسلته؟ لا تكوني سخيفة، سوف أمسكه فورا إذا قبلت بعرضي. كل شيء يعتمد على جوابك، صدقيني. أنتظر الجواب.
ماذا قلت؟ اخرج من هنا. فتاة عنيدة. وماذا تنوي أن تفعل بها؟ دعها تبقى هنا حتى تغير رأيها، لا تدعها تهرب.